السلام عليكم، مرحبا بكم وسهلا معنا في شي وصفات صحراويه. ان شاء الله نحضر لكم روتين في توجد العرضه مفاجئه، نتمنى تنال اعجابكم. عندي هون التمر اللي حيت له العلفه كيف تشوفوا، عندي الكوك، عندي كاوكاو اللي محمر ومطحون، عندي شي من قرقاع وشي من اللوز، عندي نيسلي اللي نخلط به هذا القرقاع، هذا الكوك العفو مزيان باش نعمر به التمر. عندي مولي قرته اللي مطحونه حتى هي خلط معها النيسلي اللي نعمر به التمر كيف تشوفون، اللي ندير هذاك الكوك بلاصه التمر. هون كيف تشوفوا بمساعده كوثر، كيف تشوفوا قبل لقطات من الفيديو اللي درت لكم ديال كوثر اللي كانت تلعب فيه، شافتني اللي نقدم ذا الشيء وقعدت حتى يتقدموا. الله يصلح لنا ولكم ان شاء الله وليداتنا ووليدات المسلمين. عندي هون مولي قرته اللي تشوفوا فيها اللي حتى هي كركبتها ولا نعمر بها التمر، وعندي مولي اللوز اللي نحكمه حتى هو ونعمر به التمر كيف تشوفوا. تقدوا هذا كاوكاو، تقدوا تمرمدوه شوي من اللوز إفيلي، والله ديروا له كونكاسي. هون درت شوي كاوكاو درته في اللوز إفيلي، وبالنسبه للكوك درته في اللوز كونكاسي. يمكن لكم مولي اللوز كونكاسي تنكهوه بالنكهه ديال البيستاج وتعمروا به. هون عندي اللوز كيف تشوفوا عمرت به التمر، لان حكم مولي القرقاع ونعمر به التمر. كمل الطريقه كامله اللي عندي. بالنسبه لهذو تحضيرات عرض بسيطه تكون على عجله بالنسبه لقعدوا عندكم. هون بعد ما وجدت التمر عمرته باللوز وبالقرقاع وبالكوك وبكاوكاو، درته في هاي السربايه وحطيته كيف تشوفوا فوق الميسه. حطيت معاه الحلوى اللي كانت عندي، اشتركتها معاكم انواع ديال الصابلي والفقاص وحلوى البارده. حطيت مولي التمر ودرت فيه نكهه، بغيتو ديروا الزبده بغيتو ديروا بيرلي، انا دايره بيرلي. هون عندي بطيطاس فيهم اللوز والثانيه فيها القرقاع، ولهي المسائل كامل نديرها فوق الميسه. وجدت معينتاي وهيك الساعه لي ان شاء الله ندير الطبق ثاني اللي هو معروب الخضار، دجاج الخضار كيف تشوفوا. عندي هون راه المعين حطيتهم ديولتاي وجدتهم، وبرك ان شاء الله ولا ندرب باش نعدل. هون كيف تشوفوا حكمت مرجان كبير. انا بالنسبه للضيوف كنت مضارنا عنها لميسه واحده، صدقوا لي في ميستين. عندي هون شي من الثوم والمعدنوس والعطور اللي نديرهم، انا طحنهم اللي نديرهم في هذا المرجان الكبير كيف تشوفوا معايا. نضيف زيت الزيتون اللي نضيف عليه من الدجاج. هون بعد ما حمى داك الزيت مع قزبور المعدنوس والثوم، نضيف عليه هذه الدجاجات اللي نضيف عليهم العطور الابزار والخرقوم والسكنجبير والمروزيه، واللي نحركهم مزيان ونقلبهم ونضيف عليهم مولي نفس العطور والملح، نخلطهم مزيان ونخليهم ينقلاو ونضيف عليهم البصله. بالنسبه لي انا هون درت 3 دجاجات، يا غير عاقب ذاك وين جاو ضيوف جاو اكثر من معون واحد، وعدت نقطع الدجاج باش ندير معونين. هذا درك ان شاء الله نخليه ينقلي ونضيف عليه البصله. ضفت شويه من الماء باش ما ينحرقوا لي العطور. داهي نضيف البصله درقت، قلت عني نشجل غير انا ما نشجل، درت لقطه اللي درت فيها البصله، درت البصله اللي نحرك مزيان حتى من قلب الدجاجين يتحمر نعود نمرقو. هون ان شاء الله ولي نحكم خيزو الجلبانه اللي نضيفهم على هذا الدجاج ولا نمرق ان شاء الله. اللي نقبض موس ديال الزنان ولا نهرد به هذاك الدجاج باش يمرق ذاك الماء اللي فيه اللي بحال الدم. نمرق هون كيف تشوفوا. يمكن لكم تضيفوا العنب اليابس، انا نضيف العنب اليابس. يمكن ديروا الفلفله ملونه حتى هي تجي معطايه ديال الدجاج. يمكن لكم تضيفوا الزيت، الماء اللي لداخل اللي يعود بحال الدم اللي يتم نهرد به الدجاج مره باش يمرق، باش ما يقعد حاصل عندي لداخل. عندي هون الرز. بالنسبه للناس اللي متوفر الرز المتوفر عندها ديروا
اي روز يصلح مع الدجاج. انا هو متوفر عندي روز بسمتي وضفته، لين ندير طاسه كيف هاك ولا جيره ولا اللي عندكم فيها الماء، ولين نضيف عليه هذاك الروز. هنا تاكدت عن الناس اللي عندي اكثر من ميسه داك اللي بيا درت 2 كيلو ديال الروز. هيك الساعه راني قربت نحيد الدجاج باش ندخلو يتحمر، وقربوا يكملوا واتاي، ما بقالهمش يكملوا واتاي، قعدت ليه نضيف الرز. لين نكمل هذه الطريقه دريك نغسلها، نرغنو هو ما نغسل هذا لا نرغنو في الماء باش يجيني ساهل. نخلي لا شويه من لاصوص باش نعود ان شاء الله داك شويه ديال لاصوص هو اللي نطيب فيه الرز. بالنسبه كيف ما قلت لكم اي روز عندكم تقدروا ديروه ترغنوه نفس الشيء وديروه. بالنسبه للرز يعود غير ماركه زينه باش ما يتعجل لكم. نخليه يرغن تقريبا ساعه ديال المكانه، ولا هي ندير العنب دريك ان شاء الله باش يطيب مع داك لاصوص. هون الدجاج عندي من بعد ما طاب قطعته على نصوصه ودخلته الفران باش يتحمر لي، ولا هي نضيف دريك ان شاء الله الرز. هون كيف تشوفوا من بعد ما حيت الدجاج اللي نخلي هذا لاصوص اللي كنت طافي عليه من بين ما كيف قلت لكم يقرب نصب الكاس التالية كنعود شعلت عليه ونخليه نين يتغالى كيف تاك، وقعدت فيه لا القياس من لاصوص، ما ندير ياسر من لاصوص باش ما يتعجل لي مارو. ليه نضيف دريك مارو كيف تشوفوا على داك لاصوص، وليه نحركو كيف تاك تحريكه خفيفه، وليه نضيف عليه ان شاء الله السلوفان من الفوق باش ينغم ويطيب له في داك البخار اللي يطلع ويقبض على داك الرز ولا يطيب عليه. كيف تشوفوا درت هون السلوفان ولا نغطي بالمرقاله، نغطي بالمرقاله ونخليه. هون عندي مارو اللي نحط بصيلين اللي نحط فيهم مارو كيف تشوفوا. مارو يجي تبارك الله كل حبه وين عايده وين تكلموا لي ما شاء الله. تشوفوا لي نحط مارو كامل اللي عندي، والدجاج عندي في ذا الوقت راهو تحمر. هلا ان شاء الله ولا نحط مارو ونعود ان شاء الله ندير عليه الدجاج. ليه نحط مارو كامل في تبصيلين كيف تشوفوا، نعود ان شاء الله ندير الدجاج عليه. هون تشوفوا الخضار يجوا فيه ظاهرين يعني باليابس والزيتون وخيزو. بالنسبه للناس اختياري تقدروا ديروا تزيدوا الفلفل ملونة، تقدروا تزيدوه الزيتون. انا فقط درت داك الواجد عندي. هون الدجاج اللي شفتو كيف تاك قطعته ودرت 3 نصوص في كل تبصيل من مارو. شوفوا معايا درت عليه شوي من اللوز اللي هو مقلي، ولا نقدم ان شاء الله دريك